السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. صباحكم فل وياسمين، صباحكم معطر بذكر الله. فيديو جديد ويوم جديد، ويلا نبدأ يومنا بالصلاة على الرسول. جايلك النهارده بهدية حلوة قوي. هنعمل النهارده شوية قرص، حاجة كده لوز اللوز. بصي، 4 مكونات بس موجودين عندك في المطبخ، مش هتطلعي تشتري حاجة من بره. ومش هتحتاج عجن كتير، يا دوبك هتلفيهم بايديكي كده وخلاص. طب هنخمر؟ لا مش هنخمر. يا دوبك بقول لك هتلفهم بايديك كده، العجينه هتكون جاهزه، تقطعيها على طول وتبداي الشغل. على ما تولعي الفرن بتاعك تكوني ارتاحت، هتسوي على طول. يعني ملكيش حجه. قومي بقى كده، هاتي حتى لو نص كيلو دقيق وابداي اشتغلي على طول. اول حاجه دلوقتي نخلت الدقيق زي ما احنا متعودين، لازم ننخل الدقيق لاي معجنات. يلا بقى نجيب العجان التاني، وهننزل فيه دلوقتي كده 3 كوبايات من الميه. تمام، واحده واحده مع بعض عشان ما نتوهش كده. 3 كوبايات من الميه، هنزل عليهم دلوقتي كيسين من الخميره، ومعايا كوباية ونص من السمنة. عايزة سمنة على زيت ماشي، عايزة سمنة على زبدة ماشي. أنا حطيت كوباية ونص من السمنة على زيت. تمام كده. حطيت 3 معالق كده من السكر، بس حسيتهم بصراحة هيبقوا قليلين شوية، فحطيت 4 معالق كمان، يبقوا كده 7 معالق من السكر. تمام. موجود السكر عندنا في البيت، والسمنة عندنا في البيت، والدقيق عندنا في البيت. يعني بصي، حاجة كده من الآخر. هنزل دلوقتي كده الكوباية ونص من السمنة، و7 معالق من السكر، و وايه تاني حطينا؟ ايه تاني؟ ال3 كوبايات من المية. تمام كده. معايا دلوقتي كده كيسين من الفانيليا، هبدأ دلوقتي برضو ان انا افضيهم. طبعا انا بالمضرب اليدوي كده عمالة اضرب كده لحد ما ادوب السكر. هنزل دلوقتي كده الكيسين من الفانيليا، وكمان ذرة صغيرة كده من الملح، وهبدأ ان انا افضل اضرب ده كله كده لحد ما ادوب السكر خالص. طيب هنزل بقد ايه دقيق؟ كيلو ونص من الدقيق. انت مش عايزه تعملي كيلو ونص، بلاش، اعملي كيلو واحد، اعملي نص كيلو. ابدأي كده، لو انت اول مره هتعمليها ابدأي كده بحاجه ايه صغيره. بس والله العظيم هتندمي لو عملت نص كيلو بس. لان بصي، تحفه بصراحه. وزي ما قلت لك ان هي ما فيهاش مكونات كتير ولا مقادير كتير ولا حاجه. كل الحاجات موجوده عندك في المطبخ. هنزل كده كمان، هخلي مع جنب كده بعد ال3 كوبايات اللي انا حطيتهم في الاول. هخلي معايا كده كوبايه ميه جنبي، علشان برضو لو احتجت ميه. انا احتجت دلوقتي نص كوبايه واقل كمان من النص. يبقى الكيلو ونص خد مني دقيق بتاع ميه قد ايه؟ خد مني 3 كوبايات ونص. برضو ما تعمليش بالمقدار بتاعي انا، لان ممكن الدقيق بتاعك ممكن يحتاج ميه اكتر من كده، ممكن يكون اقل من كده، على حسب ما العجينه تظبط معاك. طيب العجينه ايه؟ العجينه عايزينها طريه؟ طب بتلزق؟ لا مش عايزينها بتلزق. عايزينها تكون عجينه طريه ملمسها طري كده، عامله زي الملبن كده، حاجه تحفه كده. بس ما تكونش بتلزق، اهم حاجه ما تكونش بتلزق. تمام، عشان تعرفي تشتغلي فيها. طيب تمام، بعد ما لفيناهم بايدينا زي ما قلنا كده في اول الفيديو، هنلف كده العجينه، مش بتحتاج عجن كتير ولا حاجه. يا دوبك على ما تغسلي بس ايديكي كده هتكون خلاص ارتاحت. تمام. هنبدأ بقى دلوقتي نكورها كده ونشكلها حتت صغيرة خالص قد الليمونة كده. بص، يعني في ليمونة كبيرة شوية، يعني في ليمون صغير وليمون كبير. لا احنا مش عايزينها الليمونة الكبيرة، عايزينها تكون قد الليمونة الصغيرة. ايوه صح، زي ما انت سمعتي كده بالظبط. انت طبعا عايزة تكبريها، كبريها، دي حاجة ما مش هقولك عليها يعني. عايزة تكبريها تمام، عايزة تصغريها عن كده تمام، بس والله كل ما بتكون صغيرة كده بتبقى شكلها حلو قوي وجميلة خالص. طيب احنا النهارده عاملين القرص بتاعتنا ديت، او المعجنات اللي معانا دي النهارده بأقل تكلفة، والنتيجة بتطلع حرفيا جبارة. عاملينها النهارده يعني مش محتاجين منها مثلا تكلفة كتير ولا حاجة، ومش هنعملها محشية. انت عاوزة تحشيها؟ تمام. طيب هنحشيها ايه؟ ممكن تتحشى جبنة، تتحشى مربى، تتحشى عجوة، تتحشى سكر على قرفة، اللي انت عاوزة تحشي بيه احشي بيه. بس انا عاملاها النهاردة يعني بصي حاجة كده يعني خفيفة خالص خالص خالص. تمام. طيب بعد ما كورناها كور صغيرة كده، اعملي الأول كده يجي مثلا 10 كرات صغيرين كده، أو 15 كورة، وبعد كده ابدأي زي ما انت شايفة كده قدامك. يا دوبك هتبططيها كده مرة اتنين تلاتة، خلاص هتكون اتسوت معاكي. وتقومي جاية شايلاها حطها في الصينية. ما تدهنيش الصينية خالص، هي فيها سمنة وزبدة بكفاية. زي ما قلت لك، لو ما عندكيش زبدة حط زيت عادي، زيت على سمنة. بس طبعا ما تبقاش الزيت كلها يعني. تمام. هي تبقى فيها سمنة، عايزة تزودي عليها مثلا زيت ماشي، عايزة تخليها مثلا سمنة بس ماشي، عايزة تحط عليها زبدة ماشي. انا بقول لك انا اشتغلت النهاردة بزبدة وسمنة. تمام كده.
وطبعًا زي ما قُلنا إن إحنا بنكوّرها حتت صغنّنة كده، يا دوبك بس بتدوسي عليها مرّة والّا 2 وبس كده وشكرًا على كده، وبتقومي جاية حاطّاها بقى كده راصة بقى الصينية زي ما قُلنا إن أنتِ مش بتدهني الصينية خالص ولا حاجة. أيوه كده زي ما أنتِ شايفة كده، هي طبعًا مرتاحة خالص، ما ينفعش إن أنتِ تشكّلي الكورة الصغيّرة ديّة يا دوبك تقطعيها من الحتّة الكبيرة ديّة وتقومي جاية مشكّلاها على طول، مش هتتشكّل معاكِ وهتبقى حتّة طالعة وحتّة نازلة وهتتعبِك بصراحة، فأنتِ أحسن حل إن أنتِ تقومي جاية عاملة مثلًا ييجي 10 وحدات، 15 واحدة، لمّا تخلّصي مثلًا الكمية ديّة مثلًا ال10 وحدات اللي أنتِ كوّرتيهم أو ال15 واحدة دُولة هتكون خلاص اللي أنتِ شكّلتيه في الأول هيكون ارتاح، تقومي جاية بقى مبطّطاه كده بكل سهولة زي ما أنتِ شايفة كده، إكمنّي عاملة كيلو ونُص زيادة شوية، فطبعًا يعني مش هافضل واقفة أعملهم كلّهم كده، فقُلت بقى أجيب الطبلية كده وأنزل في أرضية المطبخ وأشتغل على ما أخلّصهم، بس والله العظيم ما خدوا منّي وقت خالص، أنتِ عايزة تعملي كيلو اعملي، عايزة تعملي نُص اعملي، زي ما أنتِ عاوزة، على طول كده زي ما أنتِ شايفة أهو. لحد أمّا أخلّص الكمية اللي معايا كلّها وأخلّص الصواني اللي معايا كلّها، وبعد كده بقى إيه، نيجي بقى نشوف هنعمل فيهم إيه. طيب هتخمر، يعني مش هتاخد معاكِ وقت كبير، وبالذات إن إحنا كمان في الشتا دلوقتي، فما بالِك بقى لو إحنا في الصيف مش هتاخد معاكِ وقت خالص. مسافة ما باشكّلهم كده وخلاص أرُص الصواني بتاعتي كلّها، باحُط الصواني كده فوق بعضها وبخَلْقة عندِك نضيفة، الخَلَقة اللي أنتِ مخصصاها للمعجنات عندِك، بتقومي جاية لافة الصواني كده عشان بس تدفّيها و وبس على كده لحد ما تخمر معاكِ. طَب أنا عايزاها مثلًا مستعجلة عليها بسرعة والّا كده، عادي جدًا بتقومي جاية مولّعة مثلًا فرن البوتاجاز أو الفرن الغاز اللي أنتِ هتشتغلي فيه، بتقومي جاية مولّعاه 5 دقايق يا دوبك بس الفرن يدفى كده ويبقى دافي، ما يبقاش سخن مولّع، لأ يكون دافي كده، وتقومي جاية طافية الفرن ومدخّلة فيه القُرَص بتاعتِك وقافلة عليه. تمام، كده خلاص كده المكان اللي هو فيه بقى دافي، ما يبقاش مثلًا سُخن مولّع ولا كده يبوّظ معاكِ العجينة، لأ بقى دافي، تمام، يا دوبك مسافة ما هتغسلي إيديكِ وهتلفّي لفّة كده هيكون خلاص العجينة القُرَص بتاعتِك خمرت معاكِ وبقت تحفة خالص. تيجي بقى تسوّوها على طول، هنروح دلوقتي برضه على الفرن كده وهنشوف بقى نسوّيها إزاي، تسويتها ما فيش أسهل من كده، والله العظيم حتى التسوية كمان بُص العجينة قد إيه سلسة، بُص العجينة قد إيه تحفة ومخدومة حلو، وكمان ناعمة كده وحلوة خالص، أنا كنت هنا كده خلّصتهم زي ما قُلت لِك هاحطهم كده فوق بعضهم وألفّهم بخلقة كده نضيفة مخصصة للعجين، وأول ما يخمروا بقى نروح بقى على طول على الفرن نسويهم، أيوه كده كانوا خمروا معايا، كده شكلهم بعد ما خمر. بُصّي بقى يا ستي، دخّليهم الفرن، دخّلي الصينية الفرن خلاص كده خمرت، دخّلي الصينية الفرن، بتعلّي من تحت نُص، نُص كده، يعني ما بتكونش مثلًا عالية أوي ولا واطية أوي، تمام، ومن فوق بيكون النار هادية خالص زي ما أنتِ شايفة كده، أول ما تبدأ تلوّن معاكِ من تحت القرصة، طبعًا أنتِ بترفعيها كده، أول ما بتبدأ تلوّن معاكِ، بتقومي جاية معلية بقى إيه، الشواريق من فوق. تمام، أنا عندي فرن البوتاجاز، بس أنا اتعمدت إن أنا أعمله لِك في الفرن الغاز ده برضه، علشان لو أنتِ إيه الفرن بتاعِك بايظ والّا كده، عايزة أعرّفِك إن كلّها تسوية واحدة، فرن البوتاجاز زي فرن الغاز كلّها واحد، كلّها نفس النتيجة. بُصّي القُرَص قد إيه طالعة معاكِ تحفة، تحفة والله. بُصّي، جانا قالت لي: "هاتي يا ماما أورّيهم." بُصّي القُرصة قد إيه خفيفة وهشة وتحفة، والله العظيم تحفة جدًا، جدًا. دي بقى عايزة تغمّسي بيها كده، غمّسي بيها. بتجيبي بس البتاعة اللي بتاعة قطّاعة الكيك ديّة ويا دوبك بس إيه، بتقومي جاية هزّاها بس وهي في الصينية كده، بتقوم جاية طالعة معاكِ وتحفة خالص، بُصّي عاملة إزاي، وبُصّي الكمية طلّعت معايا كمية مهولة حرفيًا. طيب عرفنا كده هنولّع الفرن وهنسوي القُرَص بتاعتنا إزاي، بتخلّي الفرن من تحت وسط، ما بتخلّيهوش عالي أوي، وساعة ما ومن فوق من عند الشواريق من فوق بتخلّيها هادية خالص. أول ما القرصة تلوِّن معاكِ تلوينة خفيفة كده، بتقومي جاية بقى مولّعة بتقومي جاية معليّة الشواريق من فوق وإيديكِ بقى في الصاج على طول، على طول تلفّي، تلفّي، تلفّي علشان ما تتحرقش معاكِ وما يبقاش حبّة أبيض وحبّة إيه، محروقين، تمام؟ كده هتخلّي القرصة معاكِ تحفة جدًا، وهي ما بتغيبش في الفرن، ما تغيّبيهاش في الفرن علشان ما تنشفش معاكِ، تسويتها ما فيش أسهل من كده وما فيش أبسط من كده، وبتطلع معاكِ بالجمال ده، وبُصّي كيلو ونُص دقيق شوفي طلّع معايا كمية قد إيه، كمية كبيرة خالص، وغير كده كمان ريحة الخبيز تحفة، ريحة القرص كمان وهي في الفرن كده مش قادرة أقول لِك كانت قالبة الشقة كلّها، ريحتها جميلة، كيسان الفانيليا على السمنة البلدي اللي أنتِ حاطاها أو أي نوع سمنة مع الزبدة، بصراحة حاجة كده مش قادرة أقول لِك.
باتمنى طبعًا إن هي تكون عجبتِك، وباتمنى إن الطريقة تكون سهلة، وباتمنى إن يكون إن أنا رديت على الأسئلة لو أي سؤال جه في بالِك والّا كده. بُصّي قد إيه القرصة من فوق ناعمة، ناعمة خالص أهي بُصّي، بُصّي قد إيه، بُصّي حلوة خالص وخفيفة وتحفة جدًا. إيه رأيِك؟ يالّا، تسلم إيديكِ وعينيكِ مقدّمًا كده قبل ما تعمليها، أنا متأكدة إن أنتِ أول ما هتشوفي الفيديو هتعمليها خالص، لإنها من غير مكونات ومن غير مجهود ومن غير تعب، وفي ثانية هتكوني عاملاها، كوباية شاي بلبن، كوباية لبن، وألف هنا وشفا. باتمنى إن الفيديو يكون عجبِك، ويا ريت بقى الفيديو لو عجبِك ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلي الجرس علشان أي حاجة جديدة أنزّلها توصلِك على طول. باحبِك في الله، سلام عليكم.